السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن حال. كنتمنى اموركم وعائلاتكم ووليداتكم يكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم البنات معايا فيديو جديد ان شاء الله على القناه. اليوم البنات حضرت او لحد كنت هكا باغا نوجد الفقاس، وقلت علاش البنات ما نشاركش معكم هذه الطريقه هذه. صراحه اللي كيجي رائع جدا. هذه الطريقه البنات كنت شفتها عند قناة صالحة شانيل وجربته، صراحة جا رائع جدا. غير البنات هي كانت دارته غير بالنافع وجلجلان. انا البنات زدت فيه هنايا اللوز. بالنسبه للمقادير البنات، عندي زلافه ديال الزيت وزلافه ديال السنيده. عندي البنات هنايا كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال جلجلان محمر وجوج معالق كبار ديال النافع، 5 ديال البيضات، واحد الساشيه ديال الفاني اولا الزا ديال الزهر بالنكهه زهره البرتقال، الخميره البنات تقريبا جوج خمارات، يعني في المجموع 15 غرام. صافي البنات. والدقيق، بالنسبه للدقيق كيلو ديال الدقيق وشويه ديال الملح ضروري. المهم البنات هنا خديت القصريه كما كتشوفوا. درت البنات هنا السنيده. بالنسبه للسنيده كما قلت لكم زلافه، وانا عبرت لكم بالكاس، حتى اللي ما غتعرفش العبار بالزلافه غتعبر بالكاس. بالنسبه للكاس يعني جوج كيسان عامرين، وتقدروا تنقصوا الا ما بغيتوش ديروا هاد الكميه كامله تقدروا تنقصوا. يعني السكر كيبقى كل واحد على حسب واش كيبغي، الحلاوه بزاف ولا كيبغي شويه. صافي. وغادي نزيد هنايا البيض. بالنسبه للبيض كما قلت لكم 5 ديال البيضات. تقدروا ديروا الا كان عندكم البيض كبير ديروا 5، الا كان البيض صغير غديروا 6 ديال البيضات. انا بالنسبه لي هنا كان عندي غير البيض صغير، البيض كبير شويه، درت 5 ديال البيضات. صدقونا البنات كيجي رائع، غير جربوه والله البنات الا كيجي رائع جدا. انا صراحه جربته ولا البنات هو المعتمد عندي، يعني وليت ديما كنديرو. صافي البنات كما شفتوا من بعد ما درت السنيده والبيض حاولت البنات كنخدمهم مزيان. ضروري خدموا البيض والسكر مزيان، يعني حتى يولي الخليط هكا تيبان لكم، يعني الخليط داك الخليط كيبان لكم ملس، يعني كيولي رطب، ما كتبقاش السنيده هذا هو السر باش كينجح الفقاس. يعني ضروري تخدموه مزيان، كيبغي شويه الخدمه هو في الاول باش هكا كينجح معاكم كيجي زوين، كيجي رائع جدا. صافي البنات دزت هنا كنزيد في الزيت. بالنسبه للزيت تا هو البنات جوج كيسان ديال العنبه، يعني راه عبرت لكم كما قلت لكم حتى بالكيسان باش تعرفوا شحال. صافي البنات خدمت هنايا هذاك الزيت تا هو. زدت البنات هذيك الساشيه ديال ارزه بالنكهه ديال الزهر، ولا تقدروا ديروا الفانيلا ما بغيتوش، اللي ما عندهاش هاد الضروره. البنات انا جبتها معايا من المغرب. كما شفتوا البنات الخليط ولا هكا، شتي كيفاش كيولي ولا يعني ولا كيبان لكم يعني ولا منسجم. زدت داك الكاس ديال الحليب دافي. تقدروا البنات كما ماشي بالضروره ديروا، تقدروا تستغناو عليه. زدت البنات هنايا هذاك جلجله اللي حمرته في المقله كاس، وزدت النافع جوج معالق حتى هما اللي حمرتهم في المقله. وبالنسبه لزدت هذاك اللوز والزبيب. البنات هنا الفيديو راه حاولت نجربه لانني كان غيجي الفيديو طويل بزاف. كما قلت لكم زدت الزبيب واللوز. تقدروا ما ديروش الزبيب واللوز، تقدروا تكتفيو غير بجلجلان والنافع. انا غير درته هكا على حساب ولادي باش هكا، حيت كيعجبهم الفقاس ياكلوا المكسرات في الفقاس. بديت كنزيد هنا في هذا في الدقيق البنات. بالنسبه للدقيق هز لي البنات كيلو وواحد شويه على حسب الدقيق واش كيشرب ما كيشربش. انا هز لي تقريبا واحد الكيلو وواحد الكاس ديال العنبه. هنا البنات كنزيد في الدقيق، وحاولوا تدلكوا ضروري تدليك في الاول، يعني باش كتجمع باش العجينه تجي العجينه هكا تجي مجموعه، ما يجيش يبقى يبان لكم داك الدقيق. يعني ضروري كتزيدوا في الدقيق وكتدلكوا. هاد العمليه ضروري البنات كيبغي شويه هو الدليك باش كتجمع العجينه. صافي البنات دلكتو مزيان وجمعتو كما كتشوفوا. خص العجينه تجي هكا تجي رطبه. دزت البنات انا باش نقسمو. بالنسبه درتو البنات انا درت في الاول درت 7 الكرات،
ولكن جاوني صغار درت غير 6 البنات. حاولت هذيك السابعة قسمت عليهم، درت 6 ديال الكورات، لان درت 7 ولكن جاوني صغار بزاف. خديت البنات هنا الطاوه ديال الفران. هنا البنات راه في العشيه يعني في الليل انا صايبته باش هكا يطيب والصباح عاد نقطعو. خديت هنا الطاوه ديال الفران وبديت هكا كان نديرو هكا على شكل بوده. المهم راه البنات كتشوفوا الفيديو. وحاولوا البنات تجيبوه قد يعني ما يجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. تحاولوا فاش كتبغيو هكا تخدموه بيديكم يعني تجيبوه عبار واحد. صافي البنات خدمتهم هكايا كما قلت لكم. راه خرجت ليا 3 ديال كل طاوه، هزات ليا 3 ديال هاد البوده هادو. حاولت البنات هكا نبسطو بيدي ضروري باش كياخذ ليا هكاك يعني كيجي هكاك على شكل مستطيل. بالنسبه للبنات انايا خديت هنايا غير الكاكاو والمر اولا الشكلاط غبره، خلطته مع الحليب ودهنتو به. تقدروا ديروا الصفر ديال البيض تخلطوه مع القهوه سريعه الذوبان. انا ما كتعجبنيش هذيك الطريقه، كندرت هذه الطريقه هذه. كما شفتوا خديت غير الشوكولاط الغبره المر، داك المر البنات خلطته مع الحليب ودهنته. وحاجه وحده البنات ملي تبغوا تدخلوا الفران حاولوا تاخذوا داك العود ديال السنان وتقبوه شويه باش ما يتفرقعش لكم في الفران. صافي البنات غادي ندهنوا بحال هكا. غندهن هادو 3 وغندهن الاخرين حتى هما هي 3. غادي نحاول البنات غادي ندير لهم هذيك الزخرفه من الفوق بالفرشيطه. وبالنسبه للبنات الفران، ان الفران تدخل الفران بارد يعني شعلت الفران قصته يعني ما امكن في الفران ديال الغاز البنات، ودخلت ليه الطاوه ديال الفران خليته البنات كيطيب يعني كما قلت لكم كياخذ الوقت هو شويه في الطياب لان خاصو يطيب مزيان ضروري يطيب. صافي البنات غادي ندخلو ان شاء الله الفران ونتلاقى معكم ان شاء الله. المهم البنات كما شفتوا انا بديت كنقطع فيه. هنا البنات راه الصباح يعني انا صيبته بالليل وطيبته البنات بالليل نص طيبه وغطيته البنات عادي يعني عادي خليته حتى لدابا. البنات راني يلا ديت الدراري للمدرسه ودابا البنات قعدنا شويه الصباح. قلت علاش ما نقطعوش ونديرو دابا يطيب. كما كتشوفوا هاني ديجا بديت كنقطع. المهم درت هاد الطاوه هادي وهادي تقريبا 3 طاوات بهذا الحجم هذا. بقات لي البنات هذه الاخرى فيني غادي نقطعها حتى البنات وغادي نديرو ان شاء الله في الطاوه ونتلاقى معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش هادشي. المهم البنات شفتوا انا بديت كنقطع فيه. انتما البنات راه ما كيتهرس ما والو. شوفوا بالنسبه للبنات اللي عندكم ديروا شي موس ماضي الا بغيتو باش ما يتهرسش لكم. انا البنات راه باقا بالحوايج ديالي من كي دخلت من برا ديال الدراري وجيت بديت كنقطع فيه باش هكا ندير بغيت يطيب. غير خاص كيما يكون الموس ماضي من الاحسن وديما شدوه بحال هكا يعني شدوه باش ما صافي البنات كيما شفتوا بعد ما قطعتو غادي نستفو حتى هو البنات في اللاطه وغادي ندخلو ان شاء الله الفران حتى كيتحمر ويوجد وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو من بعد ما غادي يوجد. المهم البنات هو الشكل ديال الفقاس من بعد ما ساليتو البنات طيبته. المهم البنات راه ماشي هذه هي الكميه كامله يعني راه كلاو منه ولادي وديت منه هذا. المهم شي ناس ديت لهم منه شويه هنايا الطاليانيين. المهم البنات جا رائع جدا كما كتشوفوا هانتوما يعني اللوز يعني جا رائع جدا البنات. ممكن شي بلا كاين شي وحدين اللي تحمروا ليا لانني مع الفران كما كتشوفوا، ولكن البنات صدقوني كون كانوا ولادي هنا غادي يقولوا لكم غايقولوا لكم كيفاش جا حيت ذاقوا البنات البارح وعجبهم يعني عجبهم بواحد الدرجه خياليه. يحيى محمد امين تيقول لك ماما بونو بونو الفقاس بونو.
صراحه البنات جا رائع جدا كما كتشوفوا هانتم. كاين بعض الوحدات على حسب اللوزه البنات، يعني كاين اللي جا فيها اللوز وكاين اللي جا فيها غير النافع وجلجلان، وحتى الزبيبه البنات كاينه بلاصه اللي جا فيها وبلاصه اللي لا. ولكن البنات جا رائع جدا والله. البنات غير جربوه بهاد الطريقه هذه. يعني البنات راه ما ضاع فيه حتى شي حاجه، يعني قطعته كامل. كما قلت لكم غير يكون الموس ماضي، يعني ضروري يكون الموس ماضي. وصافي البنات وكتقطعوا كيخرج. المهم هاد الكميه تقريبا البنات اللي درت انا كتخرج تقريبا حتى ل2 كيلو ديال الفقاس، على حسب على حسب واش كنديروا غليظ. كاين اللي كيقطعوا، كاين اللي عزيز عليه غليظ كيقطعوا غليظ. بالنسبه ليا البنات انا كيعجبني هاد السمك هذا يكون رقيق، انا عزيز عليا يكون رقيق، وكاين اللي كيعجبو غليظ. المهم البنات كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تستافدوا منه ولو حاجه بسيطه. انا عارفه دابا راه الشعبان يعني وقت الشباكيه وقت، ولكن حتى الفقاس دابا انا صايبته على قبل ولادي البنات عزيز عليهم، ودرت لهم فيه كاع هكا يعني باش ما كياكلوش ليا اللوز